سلام الله عليكم الخوت. الفيلم اللي جبت لكم اليوم شبعان اكشن وانتقام، ولكن قبل الخوت دعمونا بالاشتراك وشي لايك زوين بحالكم، وحتى الناس اللي كتفرج لينا من التلفازه ما تنساوناش. ويلا نبداو. وكيبدا الفيلم ديالنا من ميريكان، وبالضبط من ولايه فلوريدا، مع واحد الزوج من واحد العصابه، واللي الاول كيكون سميتو ميكي والاخر سميتو بوب، واللي كيتلاقاو مع واحد خونا اللي سميتو اوتو كريغ، واللي كيكونوا جايين باش يشريو من عنده السلاح، وكيوروه الفاليزه اللي عامره بالفلوس، وهو كيبدا يتاكد منها باش يعرفها الا كانت مزوره، ولكن واحد شويه حتى كيدوروا بهم موالين الوقت. وكريك كيقول لميكي باللي نتوما اللي غدرتونا وصيدتونا وعيطتوا على البوليس، وبوب كيقول لميكي الا عرفني الوالد حصلنا راه غادي يكبتها معايا. وكريك كيسخط وكيجبد واحد الفردي وكيبدا يهيس بيه على البوليس، ولكن البوليس ما كيعقلوش عليه وكيتقبوه بالقرطاس وكتبلبل بيناتهم. والعصابه ديال اوتو كريك دوروها قرطاس مع البوليس، ولكن البوليس صفوها الاغلبيه ديالهم كاملين، وبوب كيجي فيه القرطاس وكيصفيوها ليه، وشدوا ميكي وكيتاكدوا بان كريك حتى هو عقدهم. ومن تما كتجي الطوموبيله ديال الاسعاف وكتاخذهم كاملين للمشرحه، ولكن المفاجاه هي ان كريك صدق عايش، وكيصدق هاد كريك هو واحد العميل ديال الاف بي اي، وان هاد البلان كامل داروا باش يطيحهم في المصيده ويشدوهم. وكتكون سميتو الحقيقيه فرانك كاسل، وملي كيبغي يخرج فرانك كيبدل حوايجه وكيتلاقى مع اصحاب الاداره كاملين، وكيكونوا دايرين ليه واحد الاحتفال حقاش بسببه قدروا يشدوا شحم واحد من اصحاب العصابات واللي كانوا من شحال هذا دايرين ليهم الطياره. وفرانك كاسل كيتلاقى مع واحد صاحبه اللوين وكيقول ليه باللي راه غادي نسافر لبورتوريكو مع العائله ديالي. في هذا الوقت كيجي عنده واحد خونا وكيقاطعهم وكيقول لهم باللي داك اللي سميتو بوب راه سميتو الحقيقيه روبرت، وكيكون ولد رجل الاعمال اللي سميتو هاورد سانت، واللي كيكون في هذا الوقت مريح في القصر ديالو مع مرته ليفيا. وكيدخل عليه البرادر هو ديالو اللي سميتو كوينتون وولدو هاريس، وكيعلمو هاورد ومراته وكيقول لهم باللي روبرت راه صفاو ليه البوليس. وليفيا مو فاش كتسمع هذيك الاخبار كتسخف وكطيح. وسولهم هاورد على ميكي وقالوا ليه باللي شدوه البوليس وقال لهم خرجوه بكفاله، وداك الشيء النيت اللي داروا، وجابوه للدار باش يسولوه بشي طريقه متحضره على داك الشيء اللي وقع. وكيبداو يسولوا فيه وكيقولوا ليه عاود لينا داك الشيء اللي وقع من اتزيد، وهو كيغوت وكيقول لهم العار الا ما وقفوا غنعاود لكم كل شيء. وكيقول لهم باللي الوسيط اللي كان بيناتنا سميتو كريك، ولكن المشكله حتى البوليس صفاتها ليه. من تما كيدخل عليهم هاورد وقال لهم راه طال الزمان ولا قصار راه غادي نعرف شكون اللي قتل ولدي. ومن تما كياخذ الفردي ديال الكارد كور ديال ولدو وكيصفيها ليه وكيقول لهم حقاش هذا ما دارش خدمته. من بعد كيقصد المشرحه باش يمشي يودع ولدو المره الاخرى، وكيتلاقى مع اللوين صاحب فرانك كاسل واللي كيكون بوليسي معاه في الاف بي اي، وكيسولو هاورد وكيقول ليه شكون هو اوتو كريك وشكون اللي خدام معاه ومنين جا وكيفاش دخل لهاد الخدمه. ولكن اللوين البوليسي ما عقلش عليه وقال ليه ماشي سوقك وهذا الشيء خدمه ديال البوليس. وكيقول ليه هاورد من عويناتي مرحبا، وكيسلم على ولده المره الاخرى وكيمشي. ومن تما كيخرج وكيتلاقى مع كوينتون وولده وكيقول لهم غادي تجبدوا ليا فصلوا اصله هاد خونا شكون هو، واي معلومه كتعلق بهاد اوتو كريك جيبوها ليا صغيره ولا كبيره. ومن بعد كيديروا الجنازه ديال ولده وكيجيبوا كوينتون الدوسي كامل ديال اوتو كريك وكيعطيه لهاورد، وكيقدروا يعرفوا باللي كريك هو فرانك كاسل في الاصل وانه هو عميل ديال المخابرات، وعرفوا عليه كل شيء. وكيقول ليه كوينتون راه مازال ولد حرام عايش وراه مدوز ديال فاكونس مع عائلته في بورتوريكو. وهاورد كيقول لي غادي تشد الطياره دابا انت والرجال وغادي تمشيو تما وغادي تصفوها ليه وغادي توريو لمراته وولدو كيفاش مات. ولكن تما كتنقز مراته ليفيا وكتقول ليه صفيها ليهم كاملين ما تخلي لا مراته لا ولدو، وهادشي كامل حقاش هي مسكينه ظريفه وبنت الناس. وفي هذا الوقت فرانك كيكون كيدوز وقت زوين مع عائلته، وولدو كيعطيه واحد تيشيرت اللي كتكون مرسوم عليه واحد الجمجمه وكيقول ليه هذا الكادو ديالك يا بابا حقاش جيتي وسافرتي معانا. وكيكونوا دايرين واحد الحفله كبيره ومقصرين ومجموعين فيها كاع العائله. وتما كيجي كوينتون والعصابه ديالو، وويل ولد فرانك كيجر الام ديالو باش يمشي يوريها واحد اللعيبه في الفلوكه. وفرانك وبوه دخلوا للدار وبداو مجمعين على السلاح حقاش الاب ديالو حتى هو كان بوليسي قديم، وهما مريحين شويه حتى هما يسمعوا الصوت ديال القرطاس. وفرانك كتبان ليه الام ديالو طاحت وجاتها واحد القرطاسه وكل شيء بدا يطيح بحال الدبان وكيولي القرطاس بحال الشتا. ومراته وولدو ويل فاش كيسمعوا القرطاس كيتخباو وسط واحد فلوكه باش ما يشوفوا حتى واحد. وفرانك وبوه كيهزوا السلاح وكتكون المذبحه خدامه برا، وحتى كان باغي يدخل عليهم واحد خونا ولكن فرانك بدا كيرحب بيه وسلم عليه مزيان وكترون بيناتهم، والعصابه كتصفي لاي واحد بغى يهرب. وفرانك كيضرب على واحد خونا من العصابه جنب واحد البوطه ويضرب عليه واحد القرطاسه وهي تفرقع عليه، وخرج باش يقلب على مراته وولدو اللي يكونوا صفوها ليهم، وهو كيقلب عليهم هو وبوه كيجي ليه واحد خونا من اللور وكيغضربوه وكيضربوه، ولكن فرانك قدر يصفيها ليه. شويه تينقز عليه واحد خونا اخر بدا كيخنق فيه، ولكن بوه كان باقي فيه العرق الاخر وقدر يغيز هذاك خونا اللي كان كيخنق فيه فرانك ولدو وعقدهم قدام ولدو فرانك. في هذا الوقت كوينتون والعصابه كيضربوا على مراته وولدو هربانين وركبوا في الطوموبيله باش يهربوا، والعصابه كامله بدات تتابعهم.
وفرانك حتى هو جر ما تيسر من السلاح وهز واحد الموطور وبدا تابعهم، والعصابه كانت تابعه مراته وولده بالطوموبيله وما فاكينش معاهم، وبدا كيضربوا عليهم في القرطاس حتى جات في الرويد هما يتقلبوا، وكتخرج مراته وولده وهما غاديين مخلوعين وباغيين يتخباو في شي بلاصه باش يهربوا من العصابه، ولكن العصابه ما عقلتش عليهم وحاصرهم في واحد القنطره ودازوا عليهم بالطوموبيله بحال كاع ما كاينين، وكيجي فرانك بالزربه وكيلوح الموطور وكتبان لي الطوموبيله ديال مراته مقلوبه، وتما كيضرب على مراته وولده منشورين فوق ديك القنطره، ولكن المشكله كيكونوا هما عقدوها من بعد ما داز عليهم كوينتون والعصابه ديالهم بالطوموبيل، وهو تصدم ومتيقش داك المشهد اللي شاف ولا كتبوا على شي مسلم، وكيبدا يعنق فيهم وهو كيبكي. في هذا الوقت كتشوفوا العصابه وكتبدا راجعه ليه، وكيشوف العصابه راجعه ليه وكيجبد ديك الشوتغان وكيبدا عليهم، ولكن المشكله ما كيكونش عنده القرطاس كثير وكيسالي ليه، ولكن واخا هكاك قدر يصفيها الشيفور ديال الطوموبيل، وملي كيسالي ليه القرطاس كيجي ليه كوينتون والعصابه ديالو وكيعطوه واحد السلخه جيده، من ورا كيجرو وكيدوا لواحد البومبه ديال المازوط، وكيجي عنده هاري ولد هاورد وكيقول ليه الوالد والوالده كيسلموا عليك بزاف وكيخرجوه ديال بصح بالقرطاس وكيسقيو الدنيا كامله بالمازوط، ولكن فرانك في هذا الوقت كان مازال عايش وكتشعل العافيه وكتفرقع في ديك البومبه وكيطير هو في الماء، وهما كان كيحسب ليهم راه صفاو عليه وتهنوا منه، ولكن فرانك كيكون ما معاتقش وحالف ما يموت وكيخرج على الشط ديال البحر، ومن ظهره كيجي ليه واحد البحار وكيعتقو. في هذا الوقت هاورد وعائلته كيكونوا يحتفلوا حقاش انتقموا لولدهم بالزربه، وهاورد هو جالس كيجيو عنده كيقولوا ليه راه شي ناس باغينك، وتما كيطلب من كوينتون باش يمشي يونس مراته ليفيا، ولكن واخا هكا كيكون عينو عليهم. ملي كيمشيو للدار كيعطي لمراته واحد الطوانق ديال الالماس وهي كتشكرو وكتقول ليه الله يحفظك ليا راجلي العزيز وما خليتيش الدم ديال ولدنا ينشف وقدرتي تنتقم ليه بالزربه. كدوز شي ايامات وفرانك كيرجع للدار ديالو واللي كيكونوا تقاتلوا فيها عائلته كاملين، وكتبان ليه التصويره ديال مراته وولده وكياخذ كاع السلاح اللي كان تما وكان ناوي يكبتها معاهم، وهو خارج كيلقى داك التيشيرت اللي عطاه ولده اللي فيه جمجمه. ومن بعد مده كندوزو لفلوريدا وكيبان لينا فرانك كاسل جمع واحد الطرحه ديال السلاح ودار واحد بلاصه مامنه باش حتى شي واحد ما يقدر يلقاه، وكيعمرها سلاح وحتى من الطوموبيله ديالو كيعدلها وكيرجعها مدرعه، وكيكون ناوي على خزيته باغي ينتقم لعائلته كامله من هاور. وكانوا عنده واحد الجيران اللي ديما كيبان لهم في شكل، وفيما كيطلعوا عليه وكيشوفوه كيقولوا في شكال هاد بنادم كريزي مان. وفرانك كيقدر يدبر النمره ديال ميكي واللي ولا عساس مع عائله ديال هاورد، وكيمشي يتلاقى به وغير كيشوفوا ميكي كيبدا يقفقف بحال شاف شي عفريت، وكيكتفوا فرانك وكيديه للدار ديالو وكيعلقوا من رجليه بحال شي حولي، وكيقول ليه فرانك غادي تعاود لي اي صغيره وكبيره على هاورد وعائلته كامله والا ما غاديش يعجبك الحال. وميكي قال لي الا عاودت ليك راه انا غادي نبات من الصباح، ولكن فرانك دار براسو بحال كيحرقو، وميكي بدا كيغوت وكيقول لي غنعاود لك كل شيء، وقال ليه باللي هاورد راه خدام مع واحد جوج كوبيين وكيغسل لهم كاع الفلوس ديالهم اللي كيجيبوها من البيضه. وفرانك قال لي داكشي اللي كتباغي نعرف، وكيفك ميكي واللي كيكون عارف براسو باللي فرانك راه ما حرقو ما والو غير قولبو، وكيقول ليه فرانك راه خاصك تخدم معايا عوض هذاك الدل اللي معيشك فيه هاورد وعائلته، ودابا كنتي خدام معاهم ودابا رجعوك عساس. وميكي كيقول ليه مرحبا هي الاولى وكيوافق يخدم معاه في البلاصه، وقال ليه الروتين ديال هاورد كامل ملي كيفيق حتى كيرجع ينعس وشنو كيديروا العائله ديالو كامله وحتى من مراته ليفيا شنو كدير، وكيقول ليه باللي كل خميس كتمشي للسينما، وكيعاود ليه حتى على والده وكيعاود ليه على البرادر ديالو اللي سميتو كوينتون، وقال ليه باللي هذاك النص القرع راه هو اللي جامع المعلومات كامله ديال الخدمه ديال هاورد، والشاده والفاده كامله كدوز على يده. والغد ليه فرانك كيمشي يجيب الحجره ديال القبر ديالو وكيجرها وكيديرها في الملعب ديال الجولف ديال هاورد. من تما كندوزو عند البوليس اللي كانوا دايرين واحد المؤتمر صحفي، وكيجي عندهم فرانك وكيشوفوا صاحبو اللوين وكيقول لي فين هاد الغبره صاحبي وصحبنا غير متي، وكيجاوبوا فرانك كيقول لي هاد 5 شهور كامله وعائلتي ماتت كلها ولحد الساعه حتى شي واحد ما شديته كيفاش هاد البلان، وقالوا ليه راه ما لقيناش شي دليل ضد شي واحد. وقال لهم فرانك تبارك الله عليكم ما عندي ما نقول خدمتكم ناضيه. من تما خلاهم ومشى. وفرانك الغد ليه كيحقد وكيقصد واحد البرج ديال هاورد وقدر يستثمر الكاميرات والعساسه وقدر يدخل، وما كيمشي غير البلاصه اللي كيحسبوا فيها الفلوس ديال هاورد، وكيجبد عليهم الشوتغان هما كيبقاو غير كيشوفوا، وكيقول لهم غادي تعمروا هاد الفاليزه كلها ولا غادي نشتت لكم روسكم. وداك الشيء النيت اللي داروا عمروا ليه الفاليزه كلها، وقال لهم هذيك الفلوس اللي شاطت غادي تلوحوهم من الشراجم. والرجال ديال العصابه ديال هاورد كيكونوا مريحين تحت في العماره حتى كيبان لهم الناس كيتجاراو وسط الشارع وكيتبعوهم باش يعرفوا شنو واقع، حتى كتبان لهم فلوس غير كطير في السماء، وكيعرفوا باللي شي بلان واقع لداخل، وهما راجعين باش يشوفوا شنو وقع حتى كيبان لهم فرانك. وكيكونوا هاد جوج من العصابه اللي مشاو قتلوا عائلته، وحتى كانوا باغي يجبدوا الفراده ديالهم ويزرب عليهم وطيحهم كاو، وكياخذ الفاليزه من تما ديال الفلوس وكيمشي. وكتبان في الاخبار القصه ديالو كامله وكيتعرف ملي مازال حي، وكاع الناس كيعرفوا القصه ديالو، وهاورد كيسخط ملي كيعرفوا مازال حي، وكيقول كوينت انت كيفاش هاد خونا ما ماتش. في هذا الوقت كيجيو عنده دوك الكوبيين اللي خدام معاهم وكيقولوا ليه كيفاش فلوسنا طارت في السما، وهاورد كيبدا يطلق عليهم في السخون وبدا كيثبت فيهم وقال لهم فلوسكم راه مازال في الحفظ والصون، وكيقول لهم غير صيفطوا الدفعه الاخرى ديال الفلوس وكونوا مرتاحين. وكيجي عنده كوينتون وكيقول لي راه دبرت واحد القاتل محترف وراه غادي يقدر
كيقدر يهنينا من كاسل في 48 ساعه. في الليل كيجي الاكس ديال ديك التيتيزه اللي سميتها جو واللي كتكون ساكنه جنب فرانك، وكيكون سميتو ديفيد، وكيبدا يضرب في الباب وكيعربط وكيقول لها خرج هذيك الحماره ولا غادي نهرس الباب، وهي كتكون ساده الباب وميته بالخلعه. شويه حتى كيخرج واحد جارها الغليظ واللي كيكون سميتو جيمي، وكيقول لي راك صدعتينا صاحبي من الصباح حتى تضرب في الباب. هو يسبو ويقول لي الا ما دخلتيش راه غنمشي نبيسك هذاك الغليظ. هو يخاف الزربه وسد عليه الباب، وبقى غير واحد المدعوق اللي كيكون سميتو ديف، وقال لي راه غادي نعيط للبوليس الا ما مشيتيش. هو يجي عنده وبدا يصرفق فيه وقال لي يلا وريني كيفاش غادي تعيط للبوليس. من تما هو يخرج ليه السبع فرانك وكيقول لي غادي تغبر وجهك من دابا ولا ما غادي يعجبك حال. والباسل ديال ديفيد جبد واحد الموس وبدا كيهيت عليه، ولكن هو ما كانش عارف مع من كيلعب، ويشد من عنده الموس بالزربه وعطاه واحد الضربه وقال ليه فرانك مابقاش تلعب بالموس ما حدك ما كتعرفش ليهم. وكتجي عنده ديك الشابه وكتقول لي اسمح لي حقاش برزتك هذاك الباسل وديما كان كيحقر عليا وكيجي عندنا هنا، ولكن ما كانش لاقي شي واحد اللي يسخن ليك فيه، وراني عرفت داكشي اللي وقع لعائلتك كامله وشفتك في الاخبار، وراه بقى فيا الحال على داكشي اللي وقع لعائلتك كامله. في هذا الوقت ليفيا مرات هاورد كتخرج من عند كوافور وكتخلي الصاك ديالها في الطوموبيله وكتدخل السينما اللي كاينه في نفس البلاصه، ولكن فرانك كيقدر يحل الطوموبيله وكيدخل ليها وكياخذ من دوك الطوانق اللي كان عطاها راجلها هاورد، وهضر مع كوينتن البرادر ديال هاورد من التليفون ديال ليفيا، وكيكون قاصد هذا الشيء باش تسجل المكالمه عليها، وقال لي راه عندي عليك بزاف ديال الادله وباللي انت راك ملون وغادي تعطيني الفلوس باش نسكت ولا غادي نفضحك. من تما دار معاه في واحد لوطيل باش يتلاقاو بزوج، وفرانك خدا الطوموبيله ديال مرات هاورد وداها لواحد لاصي انتردي بالعاني باش تاخذ واحد البروسي. وكوينتن كيدخل هذاك الوطيل اللي قال ليه فرانك ولكن ما كيتلاقى به حتى شي واحد، وفاش كيشوفوا باللي جا الوطيل فرانك كيرجع الطوموبيله ديال ليفيا لبلاصتها، وكوينتن كيبقى يدور في راسو حتى كيعيا وكيمشي. في هذا الوقت هاورد كيكون كيسول على كوينتن وكيسول ولده على امه وكيقول ليه باللي راه اليوم الخميس وراها في السينما. وهنا جيمي كيصاحب فرانك وقال لي راني شفت كوينتن داخل واحد الوطيل، وكيهبط هاورد من تما للدار لتحت وكيشوف مراته ليفيا هي وكوينتن وجالسين كيضحكوا. وهاورد سول كوينتن قال لي فين كنتي، وكيقول لي كوينتن راني كنت غير في الدار فين بغيت نكون. وهاورد قال ليه راه ميكي شافك راه كنتي عند واحد الوطيل، وكوينتن قال لي هذاك راه غير كيخربق. والغد اللي كيكون فرانك كيفطر في ديك الريستو اللي خدام فيها الغليظ والمدعوق واللي كتكون خدامه فيه حتى ديك الشهبه الجاره ديال فرانك. في هذا الوقت كيدخل عليهم واحد خونا هز واحد الجيتار وكيبدا يضرب في الموسيقى، وفرانك عاقبيه باللي جاي قاصدو باش يصفيها ليه. شويه حتى كيسالي الموسيقى وكيجي عنده وكيقول ليه هاد الاغنيه راه صوتها على ودك، وكيخليه وكيمشي. وفرانك فاش يكمل المعالجه كيشد الطوموبيله ديالو وكيقصد الطريق. شويه حتى كتبان لي الطوموبيله جايه من الله وقاصدها وكتضربو، ولكن كيقدر يهرب بالزربه من فوق القنطره، ولكن هو هربان بالطوموبيله حتى كتخرج ليه واحد البنت وكيهرب عليها وكتقلب الطوموبيله ديالو، وكيوصل عليه داك القاتل اللي كيكون سميتو هاري وكينيش عليه بواحد الفردي. وفرانك كيجبد واحد الموس وكينيشو عليه حتى هو، وداك القاتل اللي سميتو هاري كيبدا يضحك عليه وكيقول ليه واش انا جابد فردي وانت جابد موس، ولكن هو كاع ما كان عارف باللي داك الموس راه كيقدر يصيفطو بحال القرطاسه، وكيشير به عليه القرجوط وكيصفيها ليه. وكياخذ فرانك الطوموبيله ديالو الفردي وكيمشي. وبالليل فرانك كيمشي لديك البلاصه اللي كيتبادلوا فيها الفلوس، وكيقدر يدير واحد القنبوله وكيفرقعها تما، والفلوس كلها كتشعل فيها العافيه، وكتكون هاد الفلوس اصلا ديال الكوبيين. هو دار هكا باش تشبك ما بين الكوبيين وهاورد. وجون ولد هاورد كيبان ليه فرانك قبل ما يمشي وعرف باللي هو مول الفعله. وهاورد فاش مع الخبار طلع ليه الدم ديال بصح، وكيقول لكوينتن كيفاش نتوما عرام ديال بنادم وقدرتوش تصفوها ليه. والفلوس اللي خدامين بها ديال الكوبيين كامله تحرقت. مورا كيجيو عنده دوك الكوبيين اللي خدام معاهم وكيقولوا ليه كيفاش الفلوس ديالنا مشات في الاول والدفعه الثانيه حتى هي تحرقت. وهاورد كيطلع ليه الدم وكيقول لهم غادي تصبروا حتى نرجع عليكم كامله، والا ما بغيتوش تصبروا اللي في جهدكم ديروه. والكوبيين كيطلع لهم الدم ديال بصح وكيخليه وكيمشيو. وكوينتن كيقول لهاورد الكوبيين راه زايدين نغزى علينا لا في السلاح لا في الفلوس. وهاورد كيقول لي سكتنا صفيها غير فرانك انت. وهاورد قال لي عرفتي شنو صيفطي ذاك القاتل الروسي باش يهنينا منه. في هذا الوقت فرانك كيكون جالس في البارطما ديالو حتى كيجي عنده داك المدعوق اللي سميتو ديف وكيعرض عليه باش يمشي يتعشى معاهم. وخونا فاش مشى بدا كياكل بحال ما عمرو شاف الماكله. شويه الغليظ اللي سميتو جيمي قال لهم غادي نمشي نجيب لاكلاص، وقال هذاك المدعوق ديال ديف يلاه معايا. وكيكونوا باغيين يديروا هادشي باش يخلوا الشهبه مع فرانك، وهي بدات كدور به ولكن هو ما عقلش ليها وقال لها راه ما نصلحش ليه غير غيريها وخلاها ومشى. وشافت حتى هي ومشات للبارطما ديال داك الغليظ وكيتجمعوا كاملين ديف والغليظ والشهبه وتلقوا الموسيقى وبداو ناشطين كاملين. في هذا الوقت فرانك كيسمع الدقان في الباب وكان كيحساب ليه باللي الشهبه، وحتى كيبان ليه واحد الكنازه طويل واللي راسو بيض وكيكون هو داك القاتل الروسي اللي مصيفطو هاورد. وشد فرانك وبدا كيشير بيه على اليمين وعلى اليسار وبدا كيضرب فيه وكيسوس فيه بحال شي زربيه. وفرانك ما كيبان ليه غير واحد الموس وكيزرعوا ليه في كتفو. وترى كنقول لك خونا راه بحال ما حس بوالو.
هذاك الروسي كيدور هذاك الموس وكيزرعو الفرانك في كتفو، وفرانك شاف حتى هي هو يدبر في واحد القنبله ولاها عليه، ولكن خونا ماضي باش جايه باش ترجعها، وفرانك مسكين بان ليه غير البانيو ديال الحمام، وتفرقعت القنبله وشويه كان غادي يموت، وكيدخل ليه الروسي وكيبدا يكمل عليه، وكيدي لواحد الثلاجه وكيبقى ينفض ليه في الباب على وجهه، والشهبه والغليظ والمدعوق كيسمعوا صوت التفرقيع، ولكن ما كيديو وما كيجيبو، وكيعاودوا يطلقوا الموسيقى وكيكملوا في الشطيح ديالهم، والروسي كيرجع لفرانك وكيبدا يخبط فيه مع الحيوط من واحد لواحد، ومع كتسالي السيمفونيه اللي كيشطحوا عليها حتى كيفرقع هذاك الروسي الحيط وكينوح عليهم فرانك، والروسي كيقصدو وكيتلاح عليه وكيشدو وكيضرب ليه واحد القجه، وفرانك كيتك عليه واحد كاسرونه ديال الزيت وكيرجع ليه وجهه فحال الشفنجه اللي مقليه، وكيتلاح عليه وكيطيحوا بزوج من الدوزيام ايطاج، وكيقدر يصفيها ليه وكيطيح فرانك كاو، وجروه من تما وطلعوه للبارتما، وحتى كانوا باغي يدوه للسبيطار ولا يعيطوا بالبوليس، ولكن هو ما خلاهمش، والتيتيزه اللي سميتها جو كتدبر على واحد البواطه ديال الاسعافات الاوليه وكتقدر تخيط ليه هذاك الجرح ديالو. في هذا الوقت كيجي كوينتون وجون وجوج من العصابه ديالهم، وكيشوفهم المدعوق ديب وكيكونوا مخلوعين حقاش عارفين وجايين ليه، ولكن كيعرفوا فين يخبيوه، وحتى كيبان لهم واحد السنسور سري واللي كيكون مصوبو فرانك من قبل، وكيطلع عندهم من تما كوينتون وكيقول لهم فرانك فينا هو، وحتى واحد ما كيبغي يجاوب فيهم، وكيقول لهم واخا حتى شي واحد فيكم ما بغى يهضر، وكوينتون دار على الديف وقال لي عجبوني الطوانق ديالك وراني بغيت نحيدهم لك واحد بواحد، وإلا ما بغيتيش تهضر غادي نبدا دابا، وبدا كيحيد فيهم وديف كيغوز، ولكن واخا هكاك ترجل وما هضرش، وشاف حتى هي كوينتون وهو يخرج وقال لهم كون كانوا عارفين شي حاجه كون هضروا، وراه كانت باينه فيهم باللي مخلوعين. من تما هو يمشي ويخلي واحد من العصابه ديالهم وقال ليه انت غادي تبقى عاس على فرانك، والغليظ شافو وملي خرج فرانك قالها ليه، وفرانك هو يهز واحد السيف هو يخرج ليه هو يقصدو نيشان ويشق ليه راسو. من تما هو يرجع ديف ويلقى المدعوق كامل دم، وقال ليه علاش درتي في راسك هكا، كان بالامكان ديالك تقول لهم بلاصتي فين، وقال ليه ديف راك انت وليتي واحد منا. وتما فرانك قال الغليظ ديه السبيطار وبدا كيجمع في كاع السلاح اللي كاين تما باش يمشي ينتقم، والتيتيزه اللي سميتها جو كانت خايفه عليه وكتقول لي عندك يصفوها ليك وراني مازال باغاك، وفرانك كاع ما كيتسوق ليها وكيمشي وكيخليها، وكيبدا يكتب في واحد الرساله قبل ما يخرج وكيقول لهم باللي هادشي اللي كندير راه ماشي انتقام وراه غير عداله الهيه وشي مرات خاصك تطبقها بيديك، وكيخرج وكيكون هاز مع السلاح ديالو كامل وكيخلي التيتيزا جو باقي فيها الحال ملي كتشوفو غادي خارج. في هذا الوقت ليفيا مرات هاورد كتخرج من السينما كيف كل خميس، وكيجي فرانك ويدخل الطوموبيله ديالها وكيصوني على كوينتون وكيقول لي هاد المره راه غادي نعطيك تصاور ولكن غادي تجيب معاك 10000 دولار وغير جي، وكيدير معاه باش يتلاقاو في واحد المحل ديال برودواي، وقال لي الا ما جيتيش راه غادي نشوهك. وكوينتون كيجبد الفلوس اللي طلب منه فرانك وكيهضر فرانك مع ميكي وكيقول لي طبق الخطه اللي قلت لك، وكيمشي ميكي عند هاورد وكيقول لي راه كتكنقي في الطوموبيله ديال مراتك ليفيا وانا نلقى هذا البروسي، وكيقرا هاورد وكيشوف التاريخ ديالو واللي كيبان ليه الخميس اللي فات، والبلاصه اللي خاصها تكون فيها هي السينما ماشي قدام الوطيل، واللي البروسي كيكون تقيد تما. وهاورد هو يسول ميكي وقال ليه فين كان كوينتون الخميس اللي فات، وقال ليه ميكي باللي شفتو في نفس الوطيل وفي نفس الوقت، وهاورد تما شك باللي بيناتهم شي علاقه، وقال ميكي جيب لي الفاكتوره ديال التليفون ديال الطوموبيله ديال ليفيا، وقال ميكي واش عندك الساروت ديال دار كوينتون، وقال ليه حقاش ميكي كيكون هو اللي كينقي الديور وخدام معاهم. وكوينتون من تما خرج باش يتلاقى مع فرانك حقاش كيكون عيط ليه في التليفون، ولكن فرانك قول بو دخل الدار ديالو ملي خرج، ومن وراه حتى هو كيجي هاورد للدار ديال كوينتون وكيقصد بيت النعاس نيشان، وكتبان ليه الطانكه ديال الالماس اللي كان عطاها لمراتو كادو، وكيتاكد باللي كوينتون كان كيلعب مورا ظهرو مع مراتو، ولكن هادشي كامل كيكون دايرو ليه قالب فرانك. وكوينتون كيمشي للبلاصه اللي قال ليه فرانك ولكن ما كيلقى حتى شي واحد، ومن تما كيرجع كوينتون لدارو حتى كيخرج ليه هاورد وكيقول ليه شنو كدير هنا، وهاورد قال ليه الثمن ديال الخيانه هو الموت، وضربها ليه بواحد القجه هاورد. وكوينتون قال ليه شنو كدير، وهاورد قال ليه شنو كنتي كدير في الوطيل اللي كانت فيه مراتي وكنتو بزوجكم مجموعين في نفس الساعه. وكوينتون قال ليه بالرجوله راك كتبان ليا غير كتخربق، وهاورد كيجبد واحد الموس وكيجرحو، ومن تما كيزرعوا ليه في كرشو وكيقول ليه هاورد انا درتك خويا ودخلتك لداري وانت خنتيني مع مراتي. وكوينتون كيحاول يشرح ليه ولكن والو، وهاورد كيبقى يتقف فيه بالموس حتى كيصفيها ليه وكيطيح حدوده. في هذا الوقت اللي كترجع مراتو ليفيا من السينما وكيبان لها كيلوح في حوايجها وكتقول ليه شنو كتخربق، وكيقول لها الخميس اللي فات قلتي لي راكي في السينما ولكن انتيا كنتي مع حبيب القلب ومشيتي خنتيني مع كوينتون. ومشى هبط عندها وراها كوينتون مجبد في الارض وقال لها هذا هو اللي كنتي كتخونيني معاه، ووراها حتى داك البروسي اللي قيد ليه البوليسي وقال لها هذا البروسي هو اللي فضحك. وليفيا قالت لي راني ما خنتكش، واصلا كوينتون راه كان عنده مع الملونين، وكيعطيها واحد المسمنه ومن تما كيجرها من شعرها وكيديها معاه في الطوموبيل وكيقول لها عرفتي هذا الشارع اللي دايزين منه هو اللي شفتك فيه اول مره وكان زوين وكار
ظالم، ودابا ولا عامر غير بصحابات لاله ومالي، وهذا هو اللي كيليق بيك. ووقف الطوموبيل وهو يجرها خرجها وقال لها انا ما عمرني خنتك وتزوجت بك عن حب. وهي قالت لي راه حتى انا هكاك، ويجبد لها ديك الطانكه ديال الالماس واللي كان عطاها ليها، وقال لي عرفتي هذه فين لقيتها؟ راه لقيتها فوق الناموسيه ديال كوينتون. وهي كتحاول تشرح ليه ولكن هو ما كيعقلش عليها وكيشير بها من فوق القنطره وكتهرس، وكيجي التران من فوق وكيصفيها ليها. من بعد هادشي هاورد رجع وجمع العصابه ديالو كامله وقال لهم اي واحد يقدر يصفيها لفرانك غادي نعطيه 100,000 دولار. وجون ولدو في هاد الوقت كيسولوا على امه وقال لي راني كنصوني لها من الصباح وتليفونها ما كيردش. وهاورد قال لي راه شدا التران، وهاد الحرام كان كيقصد التران ديال الموتى. وفي هاد الوقت فرانك كيهجم عليهم وكيجي البلاصه اللي كيكونوا كاينين فيها مجموعين وكيصفي الحارس اللي كيكون على برا، وكاع الطوموبيلات اللي كاينين في الباركين كيزرع فيهم قنبول، وكيدخل الكازينو اللي كيكون في الريد شوسي وكيدير قنبوله في الباب ديالو. ومن بعد كيصفي على داك خونا اللي كاين تما وكيهضروا الرجال ديال العصابه اللي الفوق، وكان كيحسب ليهم صاحبهم مازال حي وغادي يهضر معاهم في التليفون. وكيهضروا مع فرانك وكيقولوا ليه عافاك اللي ما جيب لينا الشامبانيا. وفرانك كيقول لهم من عويناتي وكيصيفط لهم القرعه في السنسور، وغير كيهزوها كتكون مربوطه بواحد القنبوله وكتفرقع بالزمر كامل. وفرانك كيطلع باش يكمل عليهم، والا كان باقي شي واحد حي يصفيها ليه. وهاورد كان غادي هربان ولكن ضرب عليه فرانك وحتى كان غادي يصفيها ليه، ولكن واحد خونا من العصابه ضربه بقرطاسه ولكن جات غير في البروتيج ديال فرانك ورجع فرقعو بالشوتغان. وهاورد هبط باش يحل الباب ديال الكازينو ويخرج، وغير كيجر الباب كيتفرقع عليه هذاك اللغم اللي كان داير فرانك وكيشتت ليه وجهه. وفرانك سمع جون ولد هاورد هو كيغوت وكان كيزين حقاش طاح عليه السقف. وجا عنده فرانك وقال لي راه خاصك تولي ترين يا صاحبي راك فاشل، وعلق لي واحد اللغم في يديه وقال لي الا هبطت يدك راه غادي تفرقع عليك، وخلاه ومشى. ومن تما فرانك كيخرج عند هاورد اللي كيكون هربان وهو غادي كيعرج وكيقول لي انا خديت منك كل شيء وحتى ولدك الاخراني هو صفيتها ليه، وزرب عليه بواحد القرطاسه وطيحو. وجا عنده فرانك ولاح لي كاع هذوك التصاور ديال كوينتون وقال لي كوينتون راه فري كان عزيزين عليه منونين، ومراتك حتى هي معمره خانتك وما عمرها دارت شي حاجه من ورا ظهرك، وهكا انا صيدتك باش تصفيها لهم كاملين بيديك. وكيشدو وكيربط ليه رجليه مع الطوموبيله واللي كتكون فيها واحد القنبوله وكيخليه وكيمشي، وكاع داك القنبول اللي كان داير في الطوموبيلات كيفرقعهم وكيرون الزمر كامل. وهاورد كيكون كيتشوه هو حي، وحتى الاخر هو يفرقع هذاك اللغم اللي داير الهاورد في الطوموبيله ديالو وكيمشي وكيخلي الروينه تما. ورجع للدار وحتى كان باغي يدير حد راسو وكيبان ليه الخيال ديال مراته اللي كتقول ليه ما ديرهاش. ومورا هادشي كيجمع حوايجو كاملين وكيسلم على جارته الشهبه وكيقول لها سمحي لي الا قصرت معكم في شي حاجه، والهضره اللي كنتي نصحتيني بها راها فري وما غاديش نصفيها لراسي. وقال لها ملي خرج المضعوق من السبيطار سيروا للبارطما ديالي راه خليت لكم فيها شي حاجه وغادي نتقلبوا في البلاكار وغادي تلقاو داكشي اللي مخلي لكم، وما تنساي تشوفي الصفحه ديال الوفيات وغادي تعرفي كل شيء. من بعد هادشي كيخرجوا المضعوق من السبيطار وكيرجعوا للدار وكيدخلوا للبارطما ديال فرانك وكيلقاو مخلي لهم واحد الزباله ديال الفلوس والبلاكارات. وكيقرر فرانك باش يصفيها كاع لهذوك المجرمين الكبار ويحقق العداله بيديه، وكيسمي راسو المعاقب واللي هي سميه الفيلم ذا بانشر. وحتى لهنا كيسالي الفيلم ديالنا، وما تنسوناش بشي لايك وكومونت زوين في حالكم، وحتى نتلاقاو في شي فيلم جديد ولا شي قصه جديده وتهلاو.